غدا. هلو. أنا غدا المراكبي، بشتغل في اليوجا ثيرابي أو اليوجا العلاجية. وزي ما أنا عزيزة عليا جدا. كل حد بقابله في حياتي بتعلم منه حاجة، وريم من الناس very inspiring، بتلهم اللي قدامي. I hope إن شاء الله نتبسط النهارده مع بعض. Thank you. طيب غدا، أول حاجة عايزاكي تقولي للناس ايه هي اليوجا اساسا، لان بتهيألي ان في ناس كتير قوي عندها فهم اليوجا ان هو تأمل، فعايزه افرق ما بين اليوجا والتأمل. في فرق. هو اكشلي اليوجا بيبقى فيها تأمل، يعني اليوجا الصح ان انا ببقى وانا بعمل اي حركه انا مركزه على نفسي، مركزه على الجسم، برجع تاني الصله مع الجسم، برجع تاني الصله مع زي ما نقول الجوهر بتاعنا. فهي اليوجا ما ينفعش افصلها عن النفس، ما ينفعش افصلها عن التأمل، ما ينفعش افصلها على ان انا بشتغل على الجسم نفسه. فدايما بنقول ان هي اليوجا بتحاول، او اليوجا العلاجيه بالذات، هي حاجه هوليستيك، حاجه شموليه. ايه الفرق بينها وبين اليوجا العاديه؟ هو الاثنين بيشتغلوا على الجهاز العصبي، والاثنين الاساس لاي يوجا ان هي تهدي الجهاز العصبي. عشان كده في دكاتره كتير قوي تنصح باليوجا، يعني ما بيقولوش مثلا اروح العب رياضه. رياضه مهمه جدا، بس لازم في وقت في حياتي او ببقى بقف فيه وبتعلم اخد نفس، ابتدي تاني ارجع الصله مع الجسم. ان كلنا بنعدي في تروماس، كلنا بنعدي في حاجات صدمات في حياتنا جامده جدا. اول حاجه بتعملها الصدمات دي بتخلينا نعيش في دماغنا اكتر، بتعمل لنا حاجه اسمها اوفر ثينكينج، نقعد نفكر ليه حصل كده، ازاي يحصل كده، فيها غضب، فيها اننا بنفصل عن الجسم خالص. فهنا بنحاول نرجع باليوجا، بنرجع تاني الصله مع الجسم بتاعنا مع رتم الحياه السريع. يعني احنا بنجري طول الوقت والدنيا بقت سريعه جدا، فما بقناش النفس بتاعنا بقى شالو، بنسميه بقى تشيست بريثنج، يعني بيبقى فوق في الصدر من فوق. يعني لو ركزتوا في مره انتوا بتنفسوا زي وانتوا عصبيين هتلاقوا النفس قصير جدا، ما بقاش النفس اللي هو زي رتم الحياه زمان. هي الحياه زمان كانت هاديه، كانت اهدى كتير جدا من كده. ما كانش التليفون معاكي طول الوقت ومتصله بيه بكل مشاكل تحصل حواليكي والناس تعرف توصل لك في كل وقت، لا. وكان تليفون البيت تعرف يوصلوا لك او ما يوصلوا لكيش. فكل حاجه اتغيرت، وهكذا الجهاز العصبي بتاعنا اتغير. فاحنا محتاجين نقف ونبتدي نتنفس، ونبتدي نحس بجسمنا، ونبتدي نفصل عن دماغنا شويه. لكن دلوقتي بقينا بنصحى من النوم الصبح تعبانين، لان احنا واحنا نايمين بقينا بنفكر. ما بنتعلمش. احنا اخر حاجه بنعملها بالليل ان انا بحط التليفون وانام. امتى جهزتي جهازك العصبي وجهزتي مخك في ان انت تخشي في الريلاكسيشن ده، في الارتخاء او الاسترخاء قبل النوم؟ ارخي جسمي واسترخي انا نفسيا بنفسي. فمحتاجين تاني باليوجا بقى بنعمل ايه؟ ان احنا بنرجع نتصل مع الجسم ومع النفس تاني. بنعمل بالانس هنا، بنعمل موازنه بين ان انا اشغل دماغي، الخم دماغي اللي قاعده تفكر دي بنفسي، قاعده اركز على النفس واركز والحركه وانا بتنفس بيحصل ايه في الجسم، كاني باخد باخد طاقه وباخد نفس، باخد اكسجين زياده اكتر من انا باخد ادرينالين. يا جماعه احنا من كتر العصبيه احنا بقت الادرينالين طالع ونازل طول الوقت، وده ونلاقي نفسنا بقى قصير. فعشان كده محتاجين نتعلم نتنفس. نتعلم نتنفس، نتعلم نقعد فاتحين الكتف وناخد النفس. لانه احنا طول ما احنا قافلين قاعدين كده، قاعدين على اللابتوب، قاعدين ماسكين على الموبايل، احنا قافلين على الرئه بتاعتنا، هتنفس ازاي؟ يعني احنا دلوقتي مع بعض لو احنا جربنا حاليا واحنا بنسمع البودكاست ان احنا نفتح الكتف وناخد الكتف لورا والرقبه لورا ودني فوق كتفي واخد نفس، هتلاقوا النفس بقى عميق. جرب كده وانت تاني، ارجعوا تاني ماسكين الموبايل وماطين لقدام او قاعد على اللابتوب، جرب تاخد نفس عميق، مش هيدخل فين واحنا قافلين على الرئه. فمحتاجين نتعلم النفس العميق تاني. واحنا بناخد النفس العميق ده دايما نحس كأننا بنوصل الاكسجين لكل اطرافنا. صدقوني اول ما بناخد نفس عميق جدا تيجي الادرينالين يقل والاكسجين هو اللي يزيد في الدم، هيحصل ايه اوتوماتيك. قد ايه النفس ده حاجه سهله قوي، يعني كلنا بنتنفس، ما هو طبعاً بني ادم لو ما تنفسش ما هيموت، لكن مهمه قوي وبتغير قوي 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 في حياه البني ادم. اوكي أكيد. انجاز التعبير يعني. قولي لي اليوجا بتعمل ايه في تحكمنا في التوتر والضغوط العصبيه اللي احنا بنواجهها كل يوم؟ النهارده في عالمنا دلوقتي انا بحس ان احنا اكتر وقت محتاجين فيه
ان يوجا. احنا نعمل يوجا ونعمل مديتيشن ونرجع صح. للحاجات اللي هي البيسك، الحاجات اللي كان زمان الناس بيعملوها من غير ما يعرفوا ان ده يوجا او مديتيشن. صحيح صحيح. لان ليه بقى، خلينا نخش حته ساينتفك. هو ربنا خلق ليه ان احنا يبقى في عصبيه او يبقى في اكشن؟ هو الجهاز العصبي بتاعنا في حاجتين، في حاجه اسمها سيمباثيك وباراسيمباثيك. الجهاز السيمباثاوي والباراسيمباثاوي ده ايه فايدته؟ فايدته ان ربنا عمل لنا ان احنا ناخد اكشن ونجري لما بنتعرض لاي حاجه بتهجم علينا. لازم ناخد خطوه وقرار سريع، لازم. فبنخش هنا الجسم لازم يعمل حاجه اسمها فايت اور فلايت، يا انا اواجه يا انا اهرب اجري، يا انا بخش في حاجه اسمها فريز، ان انا بتجمد مكاني. مش تلاقي ساعات يقول لك انا جمدت ما اعرفش اعمل حاجه. فبنخش في الثلاث حاجات دول. ودي حكمه من ربنا، هو عملها عشان لازم ناخد اكشن سريع جدا. مش هقعد بقى افكر ده العربيه هتخبطني دلوقتي فانا بفكر ان انا اجري يمين ولا اجري شمال، هي ما بتجيش كده. فاول حاجه بيحصل لها ايه؟ ان انا بيحصل شات داون، بيتقفل خالص الفرونتال كورتكس اللي عند البني ادم، اللي هي فيها الاناليسيس، ان انا احلل وان انا افكر وكل ده، لان مش وقت تفكير. بيقف ايه كمان؟ الهضم. هو مش وقت اهضم. مش كده الاستريس جامد قوي نحس بيه هنا، وبيعمل مشاكل في المعده والقولون. فبرضه اجان دي حاجه من الحاجات اللي هتتاذي. بيبتدي القلب ينبض اكتر. ليه ينبض اكتر؟ علشان عضلاتي محتاجه دم اكتر عشان تبتدي تجري. اوكي. وهكذا بقى كل عضو من الاعضاء الجسم يبتدي يتعرض، لازم يبتدي ياخد اكشن. طيب ولنفرض انا طول الوقت انا قاعده في كده، جالك فكره من هنا فتحتي لقيت يا نهار ابيض الدولار راح في داهيه، يا نهار ابيض مش عارفه ايه، يا نهار ابيض ده في زلزال وناس مات. انت متخيله الجهاز العصبي بيبقى دريند ازاي؟ لكميه كم الضغوطات. فانت القلب قاعد بينبض، فانت هيحصل مع الوقت ايه؟ انت قاعده القلب من كتر ما بتنبض تنبض والنفس اللي بيحصل ان بيحصل مثلا عضله القلب بتقوى، فيبتدي حتى وانت هاديه الدم قاعد بيضخ، لان فبيحصل الضغط العالي، يحصل امراض القلب، يبتدي يحصل لما من كتر ما احنا ما بنهضمش بيحصل مشاكل في المعده، يبتدي يحصل لانك عندك الاي بي اس اللي هو مشاكل القولون. ايوه. التهاب القولون والقولون العصبي. فانت كل حاجه بتتعرض. أيوة. السكر نفسه، ليه بيجي سكر مثلا؟ انت الجسم يبتدي يفرز سكر علشان تحرقي، عشان تجري تاخدي اكشن. فانت قاعده السكر بيتفرز وجسمك مش ملحق. فاهمه قصدي ايه؟ يبقى هو عشان كده دايما لما بنتعرض لحاجه والدكاتره مش لاقيين يحللوا لك، مش لاقيين حاجه، يقول لك رسم القلب كويس يا جماعه، ما عشان في ستريس. هو الستريس الجهاز مش قادر يفصل، جهازنا العصبي دخل في حاجه كرونيك فاتيك، خلاص احنا بقينا دريند. فهنا بقى يجي الوقف. في ناس تقول لك انا برتاح قوي اول ما اروح الجيم واعمل رياضه واعمل حاجات، ما تقوليليش اقف وتنفس ونعمل يوجا، دي ملل، او مديتيشن توقف دماغي ازاي؟ هي كل حاجه عايزه تمرين على فكره. ما انت لما بتروح الجيم مهم جدا ان يروح الجيم، بس ما انت برضو داخل في السيمباثيك، داخل في الفايت اور فلايت، انت قاعد بتعرض الجسم والعضلات تتعمل وتوجع ويبتدي الجسم يفرز حاجات عشان يبتدي يهيل العضلات، فانت برضو بتتعب. لازم مع ده ابتدي اخد وقت اني افصل، اقعد وكل حاجه عضله يعني في النهايه عضله، مخ عضله، كل حاجه البطن بتمرنيها. انا بقول دايما ان اي حاجه بنتعلمها جديد هي عضله بنشتغل عليها، هي الرئه وبنمرنها بالظبط. يعني جربي دلوقتي تاخدي نفس في 4 عدات وطلعيه في 8. لو انت ستريسد على طول، في ناس بتيجي كتر الدبريشن هي مش قادره تاخد نفس عميق. في ناس بيحصل لها اول ما تبتدي تتنفس تعمل تلاقي دموعهم كل نازله عياط ريليس، انت بتبتدي تفكي العضلات. في واحده تقول طب انا بعيط، انا مش متضايقه، انا ليه بعيط؟ هو ريليسنج. فاهمه قصدي؟ فقصادها بقى لازم اخش دايما في اللي هو الباراسمباثيك بقى، اللي ربنا خلقه عشان ايه؟ ريست اند دايجست. حتى سموها ريست اند دايجست. ليه؟ ارتاح واهضم. لان اول ما باخد النفس وارتاح المعده فيها اعصاب اكتر من الاعصاب اللي في العمود الفقري. فالاعصاب دي كل ما هي شاده، هي خلاص، هي مش تحسي بحرقان هنا ساعات مع كتر العصبيه وكتر التنشنه. فيبقى الاكل زي الطوبه هنا. فمحتاجه دايما اقف واتنفس واحس النفس بيوصل للاكسجين. فهو دايما هنا شغلت دماغي بالنفس، واني بعد وانا داخل النفس داخل اخده في 4 عدات واطلعه في 9 عدات عشان اعمل حاجه اسمها ايه؟ breathing meditation. هنا رحنا التامل. يبقى هنا خدت التامل معايا لليوجا، ان احنا بركز مخي بشغله بالنفس بدل ما بشغله بالافكار اللي طالعه ونازله. شغلته بالعدد بدل ما شغلته بحاجه تانية، بافكار كلها قاعده بتزود الجهاز العصبي. مع بقى تخش اليوجا هنا، ان هو بعد كده اكتشفوا اليوجا زمان اول ما ابتدت
من الاف السنين كانت ابتدت ان هي مديتيشن بس، تامل بس. تامل بس. بعدين قال لك بعد شويه طب ما هو الروح دي فيها عايشه في معبد، فانا ناخد بالنا من المعبد ازاي؟ الجسم بقى. الجسم بقى. فلازم اخد بالي هنا من الجسم. يعني انت لو عندك مثلا رجلك وجعاكي، لور باك تعبك، ظهرك وجع من تحت، كل ده انت عشان تركزي في شغلك او تركزي في حاجه انت مش قادره تركزي، انت مركزه غصب عنك عن الوجع، صح؟ صح. فهنا بعمل ايه؟ هنا محتاجه بقى الجسم اشتغل عليه. عشان كده بندخل هنا البريذنج مديتيشن مع الحركه. عشان كده احسن حاجه لليوجا ان احنا هنعمل حركه نعملها فيري سلو، تاخديها وتقفي وتاخدي النفس وتنزلي وتاخدي النفس الناحيه الثانيه وتحسي ان هنا بنعمل اكتيفيشن حاجه اسمها الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ده اطول نيرف في الجسم، اكتر عصب في الجسم طويل من الكرين، من المخ بتاعنا، بيمشي في كل الاعضاء الحيويه بتاعتنا. عشان كده بنبقى عصبيين، هو ده بنلاقي نفسنا بننفس بسرعه، البطن بتوجع، كل ده. فاحنا النفس العميق دخوله وطلوعه بيهدي الفيجاس نيرف ده، وده الايم بقى بتاع اليوجا الاساسي، هدي الاعصاب، ركز مع النفس، مع فتحه الجسم، مع فتحه الشست عشان اعرف اتنفس صحي. اليوجا العلاجيه بس بتزود حاجه هنا. اليوجا العلاجيه بزود ان انا في حاجه اسمها كريتيكال الاينمنت، ده حاجه كنت درستها في هولندا. يعني ده تولز معينه بحطها ورا الظهر ورا الكتف تحت اللور باك عشان تبتدي تفتح، كانها بترجع السباين تاني، بتفتح السباين تاني عن بعض. ادوات التعذيب اللي انت جربتيها اللي في الكلاس احنا اللي جربتيها ادوات التعذيب، بس هي دي اساسها هي بتشتغل على العظم، يبتدي تزق عمود الفقري لجوه عشان تبتدي تفتح الشست، تبتدي ترجع الكيرف الطبيعي بتاع اللور باك. لقينا ظهرنا كنت ما احنا قاعدين لقدام ظهرنا بقى عندنا كلنا وجع، وظهرنا بقى فلات بدل ما يبقى كيرف، فوق بقى راوندد شولدر بقت مدوره، فاحنا بنزق العمود الفقري عشان ياخد الكتف لورا ويفتح الكتف. فهنا بتحسي على طول فرق في النفس، تبتدي تنفسي بقى عميق. فانا بسهل، يعني مش هقدر اقول لك تنفسي وانت قاعده غلط، فلازم اقول لك هنفتح، بحط لك التولز عشان تقدري تتنفسي وتعملي. فبنشتغل على الحاجات الاساسيه بتاعتنا، ركبنا، ظهرنا، رقبتنا، كتفنا، وهكذا. طيب افرضي ان في حد ما عندوش وقت، مع ان انا طبعا ما بصدقش ان حد ما عندوش وقت ان هو يعمل حاجه لو هو عايز يعملها فعلا، بس خلينا نقول انه في حياتنا دلوقتي السرعه وكده بتخلي الناس كتير ما تعملش الحاجات كما ينبغي يعني. فخلينا ندي وصفه او تيبس اوكي للناس ممكن تعمل ايه كل يوم، مثلا لما تصحى، قبل ما تنام، في وسط النهار. يعني ادينا تيبس غدا ان احنا ازاي نبقى عندنا حته ان احنا نتنفس صح، او بنعرف نهدي نفسنا لما يحصل عندنا توتر. اهم حاجه عندنا وقتين لازم نهتم بيهم، وبعدين هندخل الوقت الثالث بعدين، بس لما نخلق العادتين دول الاول. اول عاده الصبح، اول ما تصحوا الصبح احنا اتفقنا ان اليوجا بتخليك تعملي كونكشن، تتصلي مع جسمك ونفسك تاني. كل اللي انا بطلبه ان اما نصحى نشوف ايه اللي وجعني، نمت غلط، رقبتي وجعاني، ظهري وجعني، رجلي وجعاني. وكل هقول لك listen to your body، دايما جمله بنقولها في اليوجا، يعني اسمعي لجسمك او اسمع لجسمك. ليه؟ يعني بسمع جسمي ايه اللي وجعني، وابتدي استرتش الحته دي، حسيت الجنب اليمين استرتش، اروح ناحيه الشمال سنه واخد النفس ناحيه اليمين، اتويست شويه الظهر والعمود الفقري، افرد رجلي واحاول المس رجلي خفيف زي ما كان زمان بيعملوا لنا في المدرسه الصبح. شويه رياضه ولو خفيف، فكده بتعمل ايه؟ بنشط العضلات والدوره الدمويه. وبعدين بقى النفس، هندخل معها النفس كل حركه واحنا بنعملها، ناخد نفس من المناخير جامد قوي ونطلعه من المناخير، وهنطلعه واحنا بنتنهد واحنا قافلين بقنا، يعني بنعمل الصوت ده. ده بيريح الجهاز العصبي، جربوه. اي صوت سبحان الله، اي صوت بنطلعه بيطول النفس وهو طالع. عشان كده واحنا بنضحك ما بتحتاجش تاخد قوي نفس عشان تضحك، هو اي صوت بيطلع مننا بيطول النفس وهو طالع. فكده النفس كده هبقى انا دخلت الحركه والستريتش الخفيف اللي بعمله العمود الفقري ورقبتي والكتفي، وهتعرفوا هتحسوا ايه اللي محتاجين تستريتش. كونكت، بدل ما كل حاجه بتوجعني باخد لها حبايه واسكتها، لا، كل حاجه توجعني شوف ايه الرساله اللي بتوصلها لي. يبقى انا قعدت غلط، يبقى انا ستريس، يبقى انا مش قادر، يبقى انا بطني بتوجعني، يبقى انا بفكر في افكار كتير. اقف واشغل نفسك ونفسك بالنفس، اخد نفس عميق واطلعه. ده الصبح، شويه الستريتشز بتاعت الصبح واتيفر هي ايه. اوكي اهم حاجه معاها اتفقنا عشان تبقى يوجا نفس، يعني دايما نقول if you're not breathing you're not doing yoga. لو انا مش بتنفس يبقى انا ما بعملش يوجا. طيب فكده خلاص احنا عملنا النفس وشويه ستريتشات الصبح. بالليل قبل ما انام ما يبقاش اخر حاجه انا بصيت فيها الموبايل او خبر وحش، لا، محتاج اتنفس تاني. ان شاء الله واحنا نايمين على ظهرنا على السرير، لو عندي وجع في ظهري اتني ركبتي شويه، احط مخده تحت ركبتي وانام على ظهري وافتح كتفي،
كل ما خدة ما تبقاش عاليه، كل ما خدة تبقى واطيه كل ما يبقى احسن، عشان تبقى راسي نفس مستوى الكتف شويه. وهنا هبقى فتحت، هلاقي نفسي جسمي كله، نمت على ظهري كله عضلات بترخي. وهنفكر في النفس برضه تاني، هنبتدي نعد النفس، ناخده في 4 ونطلعه في 8. لقينا 4 و8 سهله، ناخده في 5 ونطلعه في 10 من المناخير بس. وممكن ونعد، العد ده هيبتدي يفصل دماغي عن التفكير قبل النوم. فهلاقي نفسي بخش في الديب سليب. اهم حاجه ان واحنا نايمين، احدى الاسباب بنصحى تعبانين الصبح ما بنخشش في الديب سليب. ليه ما بنخشش في الديب سليب؟ لان المخ قاعد يفكر يفكر يفكر، ما بيقفش. لاني انا شغله طول اليوم، قبل ما انام قاعد بفكر في حاجات بتضايقني. يوجولي اخر حاجه هتفكروا فيها غالبا هنحلم بيها. فمحتاجه ارخي عضلاتي. في رمضان انصح انا كنت هقول لك رمضان، انصح بقى قبل الفطار 10 دقائق احضروا الاكل، جهزوا كل حاجه، هدوا النار، اللي بيطبخ رجع من شغله، ولو 10 دقائق يقعد في مكان هادي، يتمشى لوحدي مش مع حد ومش برغي، وتسبيح وكونكشن. يعني دايما احنا خدنا حاجه اسمها ترانسندنتال مديتيشن، دي بيديكي كلمه بالبوزي تقعدي تعيديها عشان تكونكتي وتنزلي العقل الباطن وتفصلي دماغك المانترا اللي هي المانترا. انا محتاجه اعمله اني هختار اسم من اسماء الله الحسنى، او اي لو مسيحيين اختار اي اسم بيريزونيت معايا، ان شاء الله كلمه الله اي حاجه، واقعد اعيدها في سري واحنا بنتمشى، نسبح سبحان الله الحمد لله، كونكشن، ماشي في الطبيعه، ماشي حواليا، الدنيا بتبقى هاديه قبل الفطار. بس بالامتنان بالظبط. يعني حتى لو حد مش عايز يسبح او مش عايز، طبعا يعني يا ريت نسبح كلنا، بس قصدي لو ده مش الحاجه اللي جايه في بالنا، مجرد شعورنا بالامتنان واحنا ماشيين، او تفكيرنا ربنا على اي حلوه او نعمه عندنا. ما هي الحمد لله دي في كل الاديان، الحمد لله دي في كل حته. اقعدوا احمدوا ربنا، الحمد لله، افتكروا الحاجات الحلوه اللي بتحمدوا ربنا عليها. هنا كونكشن بقى، فكرت في حاجه كويسه، نفسي داخل وطالع ما هيهدى، هتلاقوا اوتوماتيك النفس بيهدى، هتلاقوا ان الجسم، اعصاب الجسم كلها ابتدت ترخى، لان انا شغلت مخي كله كلمه واحده بس، وفيها حته جراتيتيود، فيها حته حمد فعلا. افتكر كل حاجه حلوه في حياتك والحمد لله عليها، الحمد لله على النفس، الحمد لله على الصحه، الحمد لله اني بقدر انزل اروح شغل، الحمد لله اني بعرف اقعد في حته اقعد عليها، الحمد لله الحمد لله. هي كلمه هتبقى هي دي المانترا، وهي دي اللي هتدخل الجراتيتيود، وهي دي اللي هيبقى داخل معاها شويه النفس الحلوين الارتخاء. وهبقى حرقت شويه قبل الفطار، وهو احسن وقت نحرق فيه، لان كانك بقى صايم طول اليوم وشويه الحرق دول، فالهضم هيبقى حلو بعد كده. وكلنا ده هدفنا في الحياه، inner peace، سلام داخلي، ده اللي احنا بنحاول نوصل له كلنا. يا ريت كلنا نوصل للموضوع هو ده املنا، ولا فلوس ولا لاعب ولا شغل، والله كل ده في الاخر كل ما بتكبري وكل ما بتزيدي ويزدم، او كل ما بتزيدي حكمه، كل ما بتلاقي نفسك انت مش عايزه حاجه من الدنيا غير الانر بيس. سيبوني في حالي كده، السلام الداخلي والسلام الداخلي. السلام عليكم. السلام عليكم. غادة بجد انبسطت قوي بيكي وبوجودك وبطاقتك، وثانك يو حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. بس خلاص.